حماده حماده، انت الكيمياء نومتك؟ كيمياء؟ سيبك انت من حماده، تعال اقول لك محضرين لك ايه في الكيمياء بفضل الله. عظمه، عظمه لله وحده، شغل فاخر من الاخر. يلا بينا نصور. الو ابو حنان، انا مالي انا ومال مضيق هرم؟ ما يتفتح ولا يتقفل؟ انا مالي، انا مالي. ايه اللي هي كيمياء؟ ايوه كيمياء. روح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابطالنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ ربنا يكونوا بخير وصحه وسلامه. اهلا بيك يا صديقي يا صغنطك كتكوت في خطه ليالي امتحان الكيمياء والتفسير. هنعمل يا صديقي في الكيمياء والتفسير ده طبعا بعد ما تنزل في الكومنتس. ايوه يا جدع، الله يخرب عقلك يا جدع، والله منزل وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. تقول لنا عملت ايه في امتحان الانجليزي؟ على ما اعتقد كان سهل، على ما اعتقد اللي طبق اللي قلنا عليه في الفيديو اللي فات زي الفل. بص، بصمجي قد الدنيا، راح بصمج الانجليزي وجه تمام. نيجي بقى للكيمياء والتفسير والكيمياء. دنيا يعني دنيا جميله صح تمام. لو خدت بالك من شويه كنت بكلم حماده وهو ضايع في الكيمياء، وقلت له هنعمل لك خطه بفضل الله عز وجل، عظمه على عظمه لو طبقتها ومشيت معانا بفضل الله عز وجل كيمياء درجه نهائيه الترم دوت. ولو كنت مقصر الترم الثاني بفضل الله عز وجل تقفل كيمياء الترم ده، عشان يا اما اخش ثالثه يبقى انت ما عندكش عقده من الكيمياء، اما اخش ثالثه يبقى انت عارف الكيمياء دي ازاي نديرها وازاي نلعبها كده ايه بالورقه والقلم كده تمام. عشان سامع اخبار ما يعني بيقول لك ان الكيمياء هتيجي صعبه في ثالثه، فمش عارف، ممكن بقى صعبة في تانية، مش ممكن، الله أعلم. ولكن هنعمل اللي علينا والباقي على رب هذا الكون. ولذلك يا صديقي تعالى اقول لك نعمل ايه في الكيمياء. اول حاجه الكيمياء عندك فيها 3 حاجات. اول حاجه لو انت عايز تقفل كيمياء، انا كواحد انا قدامك اهوت عايز اقفل كيمياء، هحتاج ايه؟ عد معايا ورقه وقلم كده عشان الموضوع طويل، الرحله طويله وعايزك تستحمل معايا كده. رقم 1 انا عايز ملخص ما يقلش عن 10 ورقات. اقول لك ايه؟ يقلش عن 10 ورقات مين؟ انت مش معانا يا صاحبي؟ احنا بنلم الكيمياء في ورقتين بابا، كيمياء في ورقتين، ولو زادوا هيكونوا 3 تمام. 3 ورقات لمين منهج الكيمياء بالكامل. بص يا وتشقلب في الامتحان، هو ده المنهج تمام. رقم 2 انا عايز ايه يا ابو حميد؟ عايز صور، مش عايز الكلام يبقى دبش كده، انا عايز صور توضح لي الدنيا عشان لما اسمع مراجعه ما ابقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. رقم 3 بيعجبني قوي الحاجات بتاعت شات جي بي تي وجيميناي ديت، الحاجات دي جميله. لكل باب بفضل الله عز وجل ليه صوره او صورتين لمين كل معلوماته الخلاصه يا صديقي. وبعد كده لو رحت لشات جي بي تي وقال لك لقد نفذ حد الصور اليوم، ما تقلقش يا صديقي وتعال تمام. ثالث حاجه عشان اقفل كيمياء عايز احل كتاب المعهد. كتاب المعهد مهم الى اقصى درجه. كتاب المعهد لو حليته 80% في الامتحان هقول لك يا صديقي معانا بفضل الله عز وجل هنرشح لك اقوى فيديو لحل كتاب المعهد. مش بس كده، لو وقفت معاك حاجه عندنا تيم مخصص كمان تبعت له الاسئله اللي وقفت معاك كلها ويرد عليك يا صديقي في اقرب وقت تمام. رقم 3 عندي ايه تاني؟ عندي اسئله متوقعه واسئله المقالي واسئله تعلل واسئله التعريفات مصطلحات. عملنا لك ملف بفضل الله عز وجل لمن كل الدش دوت في ورقه واحده بفضل الله عز وجل. يبقى انا عايز ايه تاني؟ كترت قوي يا ابو حميد، استنى بس بالله استنى، قلت لك الرحله طويله وهتنهج مننا. انا خدت كتاب المعهد وخدت الاسئله المتوقعه، يبقى انا عايز ايه تاني؟ يبقى انا ممكن يا ابو حميد اخد الحوار ده كله والباكج ده كله مع بعض وما ذاكرش. في ناس بتاخد الموضوع ده وما تذاكرش ويبقى مفكر ده اخش بقى اللجنه زي الكرومبا. ولكن اقول لك يا صديقي بفضل الله عز وجل اي حد هيشترك معانا في هذا الباكج المنظم هيبقى له متابعه مع التيم بفضل الله عز وجل لحظه بلحظه، مش هنسيبك. اول ما تشترك تنضم ليا بفضل الله عز وجل هنعمل لك خطه كده وتنظيم لليوم بتاعك من اوله لاخره لعند باب اللجنه بفضل الله عز وجل. نمسكك واحده واحده تاتا نسمعك المنهج بالكامل، نحل معاك كتاب المعهد، نظبط الدنيا عليك كده عشان ما تحسش باي فرق بينك وبين اللي ذاكر من اول التاني. ده تمام يا صديقي؟ تقول لي تمام. اقول لك نعمل بقى ايه في التفسير. التفسير دوت هو الخلاصه فيه
عملوا لك في ورقه واحده، ورقه واحده لمم لك التفسير بالكامل، هيخرج منه حاجه؟ مش هيخرج منه حاجه. يبقى هل المحافظات اللي بيبقى فيها تريكات وفيها اسئله كده مش اللي هي من سنوات سابقه، اقول لك بفضل الله عز وجل روح امتحانك وخد الورقه دي، ما تاخدهاش معاك امتحان يعني، خدها معاك في دماغك. لو طلع حاجه بره الورقه تعالى احسبني بعد اللجنه، ويشهد على ذلك كل الناس اللي خدوا الصرف والفيزياء والفقه وكل الدنيا ديت بفضل الله عز وجل، كله بيقفل بفضل الله. تمام؟ يبقى كده قفلنا تفسير، قفلنا كيمياء. هينقصنا بقى اهم الفيديوهات اللي انت تسمعها هتلاقيها على قناه الواتساب، هسيب لك اللينك بتاعها في اول كومنت او في الديسكربشن. بس كصديقي اتمنى يكون الفيديو فادك بنسبه 100%، وانتظرنا بفضل الله عز وجل في الفيديو القادم. وعسى لو انت شاركت الفيديو لصديقك واشتركتوا معانا نعمل لكم خصم ان شاء الله محترم جدا جدا جدا. وهسيب لك رقم التيم هذا قدامك دلوقتي على الشاشه، كلمهم وقول لهم انا ضايع في الكيمياء، قول لهم حماده، هيفهموا وهيراقوا لك الدنيا بفضل الله عز وجل. بس كصديقي شير الفيديو كل اصحابك، اشترك في القناه عشان نستمر معاكم في هذا المحتوى، وسلام.